السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. في فيديو نهار اليوم باذن الله راح نشارك معاكم هذا الاكلة التقليدية. راح ندير معاكم الرشتة، هاني كنت حضرتها في المولد النبوي الشريف. اذا حبيتوا تشوفوا طريقة التحضير والمقادير اللي استخدمتهم في تحضيرها، تابعوا الفيديو من الاول حتى للاخير وراح تشوفوا الديتاي. كما قلت لكم البنات، هنايا راني حضرت المقادير قدامي. نبدا نفتح نفرغ هذيك الكيس نتاع الرشته، شريتها واجده هكا في الاكياس. نفتحها هكا بالعقل بشويه بشويه كما راكم تشوفوا. نفتح هذيك العقد اللي فيها كامل ونفرغ لها شويه زيت كيما راكم تشوفوا، خاطر هي مع تنحيها ديريكت من الساشي تبدا يضربها الهواء تبدا تنشف. هنايا نبدا نحل فيها بشويه بالزيت ونخليها جانبا. هنايا نوري لكم المقادير. هنايا كما راكم تشوفوا راني حطيت كميه من الدجاج ورحيت 2 حبات بصل يكونوا كبار. بالنسبه للتوابل عندنا غير ملح وفلفل اكحل فقط، عندنا حمص 2 عواد قرفه، عندنا الخردل مهم بزاف بزاف في هذا الطبق هذا، وعندنا انا نشتي البطاطا. هي نورمالمون البطاطا ما يديروش فيها، يديروا جريوات. راكم بعد في الفيديو تلقاوني زيد درت الجريوات فيها. وعندنا الزيت والسمن. هنا كما راكم تشوفوا راني نحاول اني هذيك الكونتيتي اللي حطيتها كامل يقيسها الزيت كما راكم تشوفوا في راهي تلمع شويه هكا. ونحاول نعمر هذاك الكسكاس كامل كما راكم تشوفوا. تبان لكم الكميه كبيره، ولكن هي بمجرد ما تفور راهي تنقص بزاف، تولي نصها على نصها. وما تنساوش البنات تغطوها من فوق باش تفور لكم في ساعه. هنايا البنات نبدا نحضر في الدجاج نتاعي. راني حطيته كما قلت لكم في البصل باش يتقلى، واني ضفت له شويه سمن. هذه الاكله ثاني تشتي السمن بزاف، وزدت شويه الزيت، 2 عواد قرفه، ملح وفلفل اكحل كما قلت لكم. هذو هما التوابل اللي نستخدمهم فيها فقط. وهنايا كميه تاع الحمص ديجا راهو طايب. ومن بعد هنايا نخلط المقادير نتاعي كامل كيف كيف ونخليها تتقلى بعقلها على نار خفيفة، ونقعد نحرك فيها على ساعة. هنايا البنات بعد ما تقلات مليح راكم تشوفوا فيها كيفاش راهي هاو الدجاج باين باللي تقلى. نضيف الكمية تاع الماء اللي تكفيني، او الماء مغلي كما راكم تشوفوا غليته باش ما يطولش في الطياب، وخلي الدجاج نتاعي يطيب بعقله. هنايا البنات كما راكم تشوفوا راني نقلب فيها ساعة على ساعة باش تفور لي كامل على ضربة واحدة. هاكم تشوفوا ديجا الجهة التحتانية راهي فارت. هنايا نحيها من هذاك الكسكاس بعد ما فارت كما راكم تشوفوا. نفرغها كامل في هذا الإناء هذا كما راكم تشوفوا راهي سخونة. واش نقول لكم، نحاول اني نستخدم الفرشيطه. هنايا ما نستخدمش يدي باسكو راهي سخونه بزاف. بالعقل برك بالفراشط كيما هكا باش ما تعجن لي ما تلصق لي في بعضها، ما نقطعها كيما راكم تشوفوا. نحاول اني نحافظ على الشكل نتاعها بهذه الطريقه بالعقل بالعقل كما راكم تشوفوا. هنايا نجيب مقدار نتاع 200 مليلتر ماء، الماء يعادل كاس. هنايا نرش به الرشته نتاعي على خطرتين. نرش المره الاولى كما راكم تشوفوا ونخليها حتى تتشربها مليح هذاك الماء، ومن بعد نضيف الكميه الثانيه. بلا ما ننسى طبعا نملح في هذه المرحله بلا ما تجيني الرشته نتاعي مسوسه، باسكو العجائن هذو ما يكونوش بنان كي ما ديري لهمش الملح مليح. نحاول اني ندخل ذاك الملح فيها كامل. راكم تشوفوا كيفاش راهي الكونتيتي كيفاش نقصت. هنايا نعاود نردها في الكسكاس باش تزيد تفور لي المره الثانيه كما راكم تشوفوا. نخليها تفور بعقلها. وهنايا نشوف لاصوص نتاعي. الدجاج هنايا راهو طاب لي نص طياب. هنا نضيف الخضره نتاعي باش تكمل الطيب معاها ثاني وتهز البنه. وهنايا البنات قلت لكم راني زدت درت جريوات كما راكم تشوفوا. نخليها تطيب بعقلها. هنايا بعد ما فارت الفوره الثانيه نعاود نحيها ثاني بنفس الطريقه كما درت المره الاولى. ندير المره الثانيه فتحتها ثاني كما راكم تشوفوا غير بالفراشط بهذه الطريقه. راهي سخونه راكم تشوفوا كيفاه راهي
كيفاش لفرة وطالع بهذه الطريقة. شوفوا غير بالعقل باش ما تتعجن لكم، ما يتقطع ما تتقطع، تقعد هكا محافظة على الشكل نتاعها كما راكم تشوفوا. هنايا البنات نضيف الكاس الثاني، خاطر هنايا الطفويرة اللي فاتت درنا كاس كما قلت لكم، قسمناها على زوج، درنا المرة الأولى ودرنا المرة الثانية. هنايا ثاني كيف كيف نديروا مقدار كاس قد في الطفويرة الثانية. هنا نعاودوا نردوه لفور الفورة الأخرى كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، غير بالعقل كما قلت لكم باش ما نقطعهاش، نخليها تحافظ على الشكل نتاعها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة حتى نكمل نهبط كل شيء في الكسكاس ونعاود نردها تكمل الطفويرة نتاعها الاخرى. هذه الرشتة ديما لازمت لها هذه المراحل باش نفوروها مليح، لازم تكون فارت مليح. بعد ما فارت الطفويرة هذه الاخرى كما راكم تشوفوا راني عاودت فرغتها في هذا الاناء هذا، نعاود نزيد نحاول اني نفتحها مليح كما راكم تشوفوا. وهنايا المرحلة هذه نضيفوا لها المارغرين، ندير من مقدار 2 مغارف كبار. لازم المارغرين تطلق البنة نتاعها، وبالتالي راهي تحتاج شويه كونتيتي مليحه باش الكون تاعها يلصق في هذيك الرشته مليح كما راكم تشوفوا. اني نحاول اني ندخلها فيها مليح، وكعدت راهي سخونه دوك تذوب ليه كما راكم تشوفوا. نحاول اني ندخلها في الوسط باش كامل تدخل فيها هذيك المارغرين. كما تعرفوا المارغرين عندها بنة مليحة باش تجينا هذيك الرشتة مبسة فيها القو كما راكم تشوفوا. هنا راني حسيتها ناقصة شوية، راني زدت كمية تقريبا 2.5 مغارف هنايا. نخليها مادامها هكا سخونة تفور وتتخلط مع بعضها. هنا راني حطيتها في طبق التقديم كما راكم تشوفوا، راني حمرت هذيك البطاطا والجريوات وهذاك الفلفل قليته، زينتها بالحماص والخردل هذا كان زينته بالقرفه من فوق، خاطر كاين اللي ما يشتيش الخردل، راني درت له هذيك القرفه باش يبان، وها شويه ديكور بالبيض. واللحم طبعا نحمروه ونرافقوها بلا صوص كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تعجبكم الطريقه، ونلتقوا في فيديوهات اخرى باذن الله، والسلام عليكم.